ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الصفارة. النهاردة هنتكلم على ماتش نادي الزمالك وماتش نادي الأهلي. بنساند فيه طبعا كل اللعيبة اللي ممكن تشارك في المباراة، أيا كان مين اللي هيقدر يشارك في المباراة. فأنا طبعا هسانده لأن الفرقة محتاجة مساندة. الماتش محتاجة عزيمة، محتاجة إرادة، محتاجة الناس كلها تقف في ظهرها، محتاجة الجمهور رقم واحد طبعا في نادي الزمالك يقف في ظهرها بسيريو. مش محتاج حاجات كتيرة غير ان هو يلعب على العامل المعنوي قوي والعامل البدني في ماتش زي لان العامل البدني ان انت تهلك نادي الاهلي بيقع. اللعيبة الفرق اللي لعبتها على العامل البدني كانت مكسبها كان صعب جدا قوي نادي الاهلي يكسبها. هو ده الفرصة الوحيدة، أيا كان مين اللي هيلعب، أيا كان مين اللي هيشارك، أيا كان مين اللي هيعمل. إن شاء الله الفوز لنادي الزمالك محال. إن شاء الله الفوز إن شاء الله هيبقى باسم نادي الزمالك. أتمنى التشكيل بتاع النهاردة ما يكونش مخالف لغير الطبيعة بتاعت المباراة، ويكون بسيريو عارف داخل عنده ان هو بيلعب فرقة كبيرة، بيلعب نادي الاهلي بالغريم المنافس، وماتش كبير طبعا زي ماتش نادي الزمالك وماتش الاهلي. فده اللي انا شايفه، ان هو يكون حماسي اكتر، يكون لاعب بدني اكتر، يكون معنوي اكتر. زي ما قلنا التشكيل الاقرب لماتش نادي الزمالك وماتش نادي الاهلي، او مش الاقرب، انا شايف، انا قلت زي ما قلت في اول الفيديو، اي لعيب هيشارك في الملعب فهو ان شاء الله يكون قدها ويدي 100%، ويكون مساند للجمهور اللي ان شاء الله هنكون في ظهره من قلب الاستاد، ويجيب المكسب بالتشكيل اللي انا شايفه الاقرب او المتاح للعب قدام نادي الاهلي. 4-3-2-1 هنلعب ان شاء الله بنتايج وصلاح مزدج وحسام عبد المجيد الاتنين المساكين. شايف ان او ممكن يشارك بالونش، ايا كان اللي هيشارك. زي ما قلت ان شاء الله يكون على قد المسؤولية اللي المدرب او الجماهير هتكون في ظهره، ويقدر يشارك برجولة، ويكون مشرف لجماهير أو أداء مشرف للجماهير اللي هتيجي تسنده في المباراة. وعمر جابر بعد إصابة محمود جهاد هيبقى دونجا محمد شحاتة في وسط الملعب، رقم 10 عبد الله السعيد، وأحمد الجفاري مكان مصطفى شلبي أو مصطفى شلبي، أيا كان منهم هما الاتنين. هنتكلم على لعيب وزيزو نلعب قدام الجزيري. شايف عندي بس كلمة الأولى، واللعيب الأول في نادي الزمالك واللعيب اللي عليه سبوت جامد قوي زيزو. شايف إن هو يقدم مباراة كبيرة. أنت لعيب كبير، لعيب تستاهل إن أنت تكون، أو اللعيب اللي يستاهل يلبس تيشيرت نادي الزمالك والجماهير تبقى واقفة في ظهره كل المساندة ليك. أنا شايف إن أنت هتقدم مباراة جامدة قوي، وتعمل اسيست او تجيب جون هيديك ثقة جامدة قوي في اول الماتش. ان شاء الله هتكون اداءك اداء كبير. شايف ان انت هتعمل حاجة كبيرة وهتدي 100% زي ما بتدي في 100% في كل ماتش. عبد الله السعيد لا كلام عليه، كل ماتش بيدي المجهود بتاعه، بيدي كل حاجة، بيدي كل المفعول اللي يقدر الفريق يحتاجه او يشجعه. الجزيري بيفوق في الماتشات الكبيرة، أو وبيديله حماس أوي جمهور نادي الزمالك. زي ما قلت الأسيستات هتبقى خطيرة. شايفك ركز على بس نهاية الهجمة تكون أكتر، تلعب على نهاية الهجمة والثقة في نفسك. أنت لعيب كبير، لعيب تستاهل كل خير. إن شاء الله إن شاء الله يكون الفوز بأقدام جزيري وأقدام كل لعيب يقدر يشارك. ان شاء الله التوفيق معانا من عند ربنا ونجيب المكسب. حسام عبد المجيد لعب الاهلي كذا مره وبيضغط في ظهر المدافعين جامد قوي، بيشتت اي مهاجم يلعب قصاده. شايف ان دي نقطه كبيره قوي، ان حسام عبد المجيد بيبقى في ظهر اللعيب دايما. خليك كده في ظهر اللعيب. ان شاء الله تأدي اداء يليق باسمك وباسم نادي الزمالك. انت لعيب كبير ان شاء الله. اتمنى الأداء لكل لعيب بحماسية أكتر وبجدية أكتر. أنا شايف إن هما لعيبة كبار، لعيبة المستوى الذهني بتاعها لعيبة كبيرة. ساعات بس الفترة اللي فاتت بيبقى فيه ضغط، بس لازم نساند.
احنا هنا مش جايين نهاجم، مش جايين نعلق على غلطات لعيبة قبل كده في الماتش، مش جايين نعمل شوشرة على لعيبة إذا كنا هنوصل فكرنا أو صوتنا للعيب، زي ما كل زملكاوي بيعمل الفترة ديت. المساندة في ظهر اللعيب ده أهم حاجة. فأنا شايف إن حسام عبد المجيد لعيب كبير، مفيش إن شاء الله مفيش غلطات في الماتش، أو لو في غلطات تبقى غلطات بسيطة ما تبقاش مؤثرة على المباراة. ولو اتأثرت إن شاء الله اللعيبة ترجع بسرعة وتلعب هجوم أكتر، وتلعب بدفاع متمكن جدا بإنتاج لعيب كبير. بعد الأزمة اللي حصلت الماتش اللي فات، أتمنى إن أنت ما تبقاش مشوشرة عليك، وتبقى تاخد باور إن أنت تأدي أحسن، تاخد رجل مباراة مرة واتنين وتلاتة. مش هي دي الجايزة اللي هتديك التقييم بتاعك قيمتك أو كل حاجة أنت قدام اللعيبة. وعندي الرسالة لكل اللعيبة اللي هتشارك، أيا كان منهم اللي هيشارك هيبقى مين، إذا كان بنتايج، إذا كان فتوح بقى أو رجع من الإصابة، إذا كان صلاح بيزدك، إذا كان صلاح، إذا كان الونش، إذا كان حسام عبد المجيد، أو إذا كان أحمد حسام، إذا كان عمر جابر، أو إذا كان أحمد حسام أو الزناري، أو ما كان يلعب مكانه محمد شحاتة، دونجا، محمد شحاتة، محمد السعيد، عبد الله السعيد، وأحمد الجفاري، مصطفى شلبي، زيزو الجزيري، ناصر منسي. أي لعيب هيلعب في أو هيشارك في الماتش اللي جاي. أنا عندي بس كلمتين أو تعليق تفصيلي صغير كده. أنت بتلاعب فرقة كبيرة، يمكن من أكبر الفرق اللي في الدوري المصري، فرقة الغريم الأول ليك في كل البطولات، في كل حاجة، في الجماهيرية، في الشعبية، في اللعيبة، في الناديين، في كل شيء. أنت بتلعب باسم نادي الزمالك. نادي الزمالك فرقة كبيرة، فرقة بيتعمل لها ألف حساب أفريقيا، عالميا، قاريا، كل شيء. أنت بتلعب باسم نادي الزمالك، خليك قد التيشيرت اللي أنت لابسه. العب ودي الفول مارك بتاعك، ما تسيبش الفرقة إذا كان جه فيك جون في الأول جيت أو جيت تاني إن شاء الله لأ، وأنت اللي تحرز الهدف الأول، وأنت اللي تكون مبادرا بالأهداف. بس أنا بقول الفرقة اللي أيا كان السيناريو اللي هيدور إيه، عايزك تلعب ذهنيا. العب وشجع نفسك وأنت في الملعب، قاتل على كل كورة، خليك بروح. الجماهير هتبقى في ظهرك وهتساندك جامد أول لحد 90 دقيقة. إذا كنت خسران في أول الماتش، أو إذا كنت اتعادلت أو في كل السيناريوهات ادي والعب برجولة، هتلاقي الجمهور واقف في ظهرك. شايفك بتلعب برجولة هتلاقيه واقف في ظهرك. إذا كانت الهزيمة أو التعادل أو المكسب، كل شيء وارد في المستطيل الأخضر. بس أنا شايف إن الزمالك معاه لعيبة، أو أنتوا نفسكوا لعيبة كبار. ما كنتوش لعيبة كبيرة ما كنتش هتبقوا ت... هيبقى في سبوت عليكوا، أو كنتوا هتبقوا وسط جماهير نادي الزمالك. ما كنتش هتستاهلوا ل... أو ما كنتش هتلبسوا التيشيرت نادي الزمالك، إذا كنتوا قليلين فكريا أو ذهنيا أو بدنيا أو مهاريا. انتوا لعيبة كبيرة زي ما قلت. أتمنى المكسب والفوز يكون محل لإتاحة الفرصة أو إتاحة الفرصة للمباريات الجاية تنافس على الدوري، أو إن شاء الله أنت منافس كبير أوي على الدوري. بس يديك بقى طاقة، وإن أنت تكسب ماتش كبير زي دوت. هو ماتش ب3 نقط، ما ده اللي قلناه. بس إحنا كعلى الملعب أو كعلى الورق أو جماهيريا أو أي حاجة، من كل حاجة ماتش مش 3 نقط خالص. أنت بتلعب النادي الأهلي، أنت نادي الزمالك، أنت اللعيب الكبير، أنت اللعيب الأول، أنت كل حاجة، أنت اللي عليك السبوت. فكون قد قيمة التيشيرت اللي أنت بتلبسه، وأدي حب الجماهير لناديها اللي جاية تشجعك وجاية تساندك وسايبة كل مشتغلاتها، أو أيا كان، وجت تعافر. قعدنا نعافر ساعات عشان خاطر نقطع تذكرة عشان نيجي نشجع نادي الزمالك في ماتش زي دوت ونسانده زي كل ماتش. احنا زي ما قلنا، احنا مش جماهير مناسبات، احنا جماهير كل ماتش. احنا اللعيب رقم 1 وانتوا اللعيبة رقم 2. فخليكوا على قد المسؤولية عشان خاطر الجمهور يقف في ظهركوا ويساندكوا بعد المباراة، إذا كانت بالهزيمة أو إذا كانت بالمكسب أو إذا كانت بالتعادل. إن كنت ليك الروح في الملعب، إن الجماهير هتشوف ده، هتساندك، هتناديك، هتسقف لك، هتخرج
هتخرج من التبديل تبقى على قد المسؤولية، تبقى الأولوية كلها للنادي ما تبقاش ليك. انت بتلعب ماتش زي دوت عشان خاطر تفرح الجماهير، انت بتلعب ماتش زي دوت عشان خاطر ناديك، انت بتلعب ماتش زي دوت عشان خاطر كاريرك. تالت حاجة يكون كاريرك، ده أهم شيء. رقم واحد إنك بتلعب عشان خاطر الجمهور اللي جاي، عشان خاطر تفرح الجمهور اللي جاي، عشان خاطر تسعد الجمهور اللي جاي. تاني حاجة عشان خاطر نادي الزمالك، عشان خاطر التيشيرت اللي انت لابسه، عشان رابع تالت حاجة زي ما قلت عشان خاطر كاريرك. انت بتلعب قدام الأهلي، الجون قدام الأهلي بيفرق جامد، وهيديك دافع لقدام جامد، وهيديك إصرار وعزيمة إن أنت لعيب عندك ثقة في نفسك، وتزيد الثقة في نفسك وتبقى قدام الجمهور حاجة كبيرة. فأنا شايف إن أي لعيب هيشارك لازم يدي 100% عشان خاطر ما يبقاش عليه سبوت. نرجع لزيزو. زيزو أنت لعيب كبير، لعيب في الملعب يليق عليك تيشيرت نادي الزمالك. إن شاء الله تكون قد المسؤولية وتكون الفارس الأول بالهدف اللي يفرح جماهير والجمهور في نادي الزمالك. دونجا، سيبك من كل اللي فات، سيبك من الانتقادات اللي فاتت، انا نفسي انتقدتك. سيبك من الانتقادات اللي فات، ركز في الماتش دوت، العب برجولة، العب بعزيمة، العب بإرادة. انت لعيب عندك فت قوي على الكورة، جامد قوي، بتاكل نجيلة. شفنا قبل الكونفدرالية او قبل السوبر الافريقي كنت لعيب بتقاتل في كل كورة، بتشارك، ممكن تاخد فاولات. العب انك تاخد فاولات، ما تلعبش انك تلعب تجيب فاولات لفرقتك عشان خاطر تبقى عندك الإصرار والعزيمة والروح ترجع لك تاني، ونشوف أداء منك الممتاز اللي كنا بنشوفه قبل السوبر الأفريقي والكونفدرالية. لعيب عندك ذهن كبير، خليك في الملعب ما يشتتكش أي جمهور، ما يشتتكش أي لعيبة، ما يشتتكش أي استفزاز، عشان خاطر ما تخرجش بره الماتش، عشان هما ده اللي عايزينه. إذا كنت أنت أو أي لعيب هيشارك في المباراة، ما تخرجش بره الماتش، عشان ده هما اللي عايزينه. هما يخرجوك عشان خاطر هما عارفين إن رجوعك هيبقى أقوى من إن أنت صمود، وأقوى من كل شيء. رجوعك بيرعبهم. فأنا شايف إن أنت تقاتل في كل كورة، وعندك كتير تديله. الجزيري عندك تحركات وميتاليتي في الفكر كبير جدا. أتمنى أشوفك بالروح والعزيمة اللي كنا دايما بنشوفك فيها. زي ما قلت، كل لعيب ناصر منسي عليه سبوت كبير أوي، وعنده الثقة الزيادة جامد أوي، والنفسية بتاعته مرتاحة، لأن هو بينزل في المطوشة الدقايق الأخيرة الزمالك بيبقى خسران أوي 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 أوي، بينزل ربنا بيكرمه بهدف. فأنا شايف إن ناصر منسي هيدي شيء في الماتش، إذا كان إن شاء الله نكون كسبانين الشوط الأولاني بأريحية بجون وتاني، وإن شاء الله التالت مش بعيدة عن ربنا. واللعيبة دي كبيرة، اللعيبة دي كبيرة، تقدر تجيب الهدف وتقدر ترجع لو في هدف، وتقدر تجيب التاني وترجع وتقدر تجيب التالت. الفوز مش بعيد على نادي الزمالك رغم كل الصعوبات اللي بنمر بيها، بس وراك جمهور جمهور أسود. صدقني هتشوف ملحمة من الجمهور مش طبيعية في الماتش دوت. خليك على قد المسؤولية. في لعيبة كتير قوي شافت الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي قدام الأهلي كنا عاملين إزاي، وهناك أما نشوف تخيلوا هنا هيبقى عامل إزاي. أنت هنا في مصر، هنا الشعبية الأكبر لجمهور نادي الزمالك، مع إنك هناك كنت منبهر جدا، هنا هتشوف أقوى من الانبهار. هتشوف بعد خروجك من الماتش بالمكسب هتشوف شعبية مهولة، هتشوف هتافات، هتشوف كل حاجة تفرحك لو أنت فرحتهم. وإن شاء الله المكسب لينا. وزي ما قلت أتمنى الفوز لنادي الزمالك. وده الفيديو اللي قبل المباراة، وإن شاء الله استنوا فيديو بعد مباراة نادي الأهلي والزمالك بكرة، اللي إن شاء الله يتم الفوز فيها بنادي الزمالك على نادي الأهلي، اللي إن شاء الله يكون مكسب مريح، ويكون التوفيق معانا، ويكون اللعيبة كلها فت على الكورة، والفول ماركت تدي الفول ماركت بتاعها، إذا كان المكسب يكون لينا أو التعادل. إن شاء الله أقل هزيمة اللي هي التعادل. إن شاء الله جمهور الزمالك يكون فرحان بفوز نادي الزمالك بكرة. أتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله نستناكم بعد ماتش الأهلي والزمالك في فيديو جديد يكون بالفوز، ونفرح كلنا سوا.